السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي في الله، اهلا بيكم في حلقة جديدة في الكورة مع تمراز. النهارده هنتكلم عن حاجة حصلت في النادي الاهلي. عايز تعرف الفرق بين النادي الاهلي وادارته وبين اي نادي تاني في مصر؟ ان محمد عبد المنعم قيمت عليه عقوبة مالية بسبب الاحداث اللي بدرت منه في ماتش القمة 126، لما حصل شجار بينه وبين محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. لما زعق معاهم الادارة وقعت عليه عقوبة مالية. تمام، ده الفرق، ان في لاعب غلط، تمام، فبيتعاقب ايه بالحاجه اللي هو عملها، بيتعاقب عليها. وتعال نشوف سلوكيات كهربا اللي اتغيرت بنسبه 180 درجه. تمام، لو شفنا ماتش المقاولين اللي فات في ضربه الجزاء اللي جابها فور نزوله، هو كان ماسك الكوره عشان يشوطها، جه بيرسي ده وخدها منه، قال له لا استنى اهدى، المدرب بيتكلم، مين اللي هيشوط؟ قال له طاهر. راح ادى الكوره لطاهر، تمام، واتمنى له التوفيق. وبعد ما طاهر حطها بطريقه كويسه جدا، كلهم راحوا يحتفلوا معاه، سواء محمد شريف اللي المفروض بينافس على الدوري، لا ان احنا عندنا ترتيب اولويات في ضربات الجزاء هو طاهر، بيرسي تاو اللي كان عايز يشوط ضربه الجزاء، كهربا اللي كان جايبها والدوري منتهي المفروض ان هو وقال لك انا عايز اشوطها، وقال لك لا في طاهر، فالناس ما اتكلمتش. سلوكيات الكهربا اتغيرت تماما عن سابق، بقى ملتزم في التدريبات، بقى ملتزم في سلوكياته جوه الملعب وخارج الملعب. فاحنا بنتكلم النهارده يا جماعه عن تغيرات اللعيبه اللي بتخش النادي الاهلي. في نقطه تانية، كان في لقاء للاستاذ اسلام علوي مع قناه الزمالك. الراجل ده قال الكلام اللي الناس كتير من الزملكاويه عايزين يتكلموا فيه. قال لهم اللي بينه وبين اي لاعب موجود في الزمالك اللوجو بتاع نادي الزمالك. انت هتفرحني وتجيب لي بطوله، انا هقوم اسقف لك واقول لك انت احسن لاعب في الكون. مفيش مشكله بالنسبه للراجل، وده اتكلم كلام موضوعي جدا. وقال لهم ان كتر المبررات للعيبه اللي موجوده في الزمالك بتضيعنا. احنا بقالنا 21 سنه ما خدناش بطوله افريقيا. دي كارثه موجوده في نادي الزمالك، لازم الناس كلها تتدخل عشان نشوف إيه الوضع. مش كل لاعب بيلعب كوره كويسه لازم أنا اطلع اقول ان هو احسن من فلان او احسن من فلان، لا، ده هو لسه ما قدمش حاجه، ما جابش البطوله الاغلى الناقصه للزمالك وهو دوري ابطال افريقيا. فالراجل طبعا طلع يتكلم بكلام بشكل موضوعي، واتكلم بحياة يعني بقلبه الزملكاوي، باللي هو خايف على فريق نادي الزمالك. يا جماعه لازم أن يكون في ناس زي دي موجوده في قناه نادي الزمالك، لازم أن يبقى في ناس موجوده بتتكلم عن حقوق نادي الزمالك. انا راجل زملكاوي، هشجع الفرقه واللعيبه اللي موجوده فيه. يبقى انا هشجعك، يبقى لازم أن تفرح جماهير نادي الزمالك، لازم أن تجيب له بطوله. انما مبررات 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 زي ما هو قال بالظبط على لسانه في قناه الزمالك. فطبعا قال لهم لا، المبررات دي بتعمل لنا تاخر في النتائج بتاعتنا. انا شايف ان في بعض اللعيبه موجوده في الزمالك بتلعب بلا هدف، بتلعب عشان تقبض. هو قال هو النص بتاعه كان بالظبط كده في القناه. واتمنى ان الراجل ده يفضل مستمر في وجوده في القناه في نادي الزمالك، لانه كلامه بيدل على حاجه واحده بس، ان هو بيحب نادي الزمالك، بيحب الفرقه والكيان اللي اسمه الزمالك. الزمالك فريق كبير جدا عربيا، كبير جدا افريقيا. انت بتتكلم في قطب من احد قطبي الكره المصريه، سواء الاهلي والزمالك، ده فرقتين كبار جدا ولهم كل الاحترام. نتكلم تاني حاجه بقى عن صفقه امام عاشور. على لسان الناقد الرياضي محمد العراقي، تمام، مع كابتن سيف زاهر، قال لك ان رمضان، ان امام عاشور في الاهلي 5 مواسم. حيثيات العقد لسه ما فيش اعلان عن حيثيات العقد اللي خدها، ياخد كام في السنه او ياخد كام، بس هو الكلام كله في 15 14 مليون. تمام، فتعال نتكلم بقى، هي جماهير الزمالك زعلانه ليه ان امام عاشور هيروح الاهلي؟ تعال نتكلم بالراحه جدا. ان صفقه امام عاشور على لسان برضه محمد عراقي، ان فريق ميلتون الدنماركي حاطط بند في العقد ان له حقيه 20% في حاله اعاده بيع امام عاشور من النادي الاهلي في اي مكان تاني. انت فاهم العقد اللي احنا بنتكلم فيه، اللي كنا اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت، ان الراجل تمام بيلعب في نادي ميلتون الدنماركي، فالنادي حط بند في العقد ان انا، تمام، ان انا هحط ان انا لو اتباع اللاعب ده واتباع تاني، انا ليا نسبه 20%، زي اللي حصل بالظبط مع محمد شكري. محمد شكري مشي من النادي الاهلي، وفي بند بين في العقد بتاع محمد شكري باك الشمال، قال لك ان هو اللي يحق للنادي الاهلي استعاده اللاعب بمجرد دفع المبلغ اللي اتدفع فيه للنادي الاهلي، اللي هو 7 مليون. يعني لو دفعت 7 مليون اخد اللاعب تاني دون الرجوع للنادي اللي بيلعب فيه، نادي سموحه. فدي اللي احنا بنتكلم فيها يا جماعه، العقد شريعه المتعاقدين. انت سبت امام عاشور يمشي من نادي الزمالك بدون اي قيود عليه. انا سبت امام عاشور يمشي من الزمالك بس مفيش بند في العقد يحق لي ان انا اخد اللاعب.
مفيش بند في العقد يحق لي ان انا اخد اي جنيه في حاله اعاده بيع اللاعب. فدي سوء اداره، سوء تعاقدات. انا وجهه نظري شايف ان دي سبوبه اتعملت لنادي الزمالك، لان مستشار مرتضى منصور قال لك انا خدت حقي من صفقه امام عاشور، انا كنت جايبه ب 7 او 6 مليون وبعته ب 3 مليون دولار، فانا كده خدت حقي من امام عاشور. عايز امام عاشور ادفع له. مفيش كده يا جماعه. يعني ايه اسيب لاعب زي امام عاشور بالقيمه بتاعته دي، اسيبه يمشي بدون اي رجوع ليا في حاله سواء بيع سواء حاجه بيع، ماليش حق ان انا اتدخل فيه خالص. دي النقطة اللي بنتكلم فيها في إمام عاشور. في بقى النقطة اللي هي النقطة الفنية. إمام عاشور لاعب كويس جدا، عنده إمكانيات جبارة، بيلعب 6 وبيلعب 8 وبيلعب 10. فأنا عندي لاعب في نص الملعب لاعب شوكر وعنده إمكانيات عالية جدا، بيعرف يشوط كويس جدا، جريء على المرمى، بيعرف عنده بعض المهارات بيعرف يستخدمها، بساطته كويسة. فأنا عندي لاعب متكامل في نص الملعب. تمام. تعال بقى نتكلم في الحتة بتاعت بقى المبادئ ومش المبادئ. الاستاذ عادل القيعي رئيس شركه النادي الاهلي قال لك انا ما بفرضش المبادئ بتاعه النادي الاهلي على اي لاعب خارج النادي الاهلي، انا بفرض المبادئ بتاعتي على اللاعب اللي موجود في النادي الاهلي. دي تاخدنا النقطه بتاعه رمضان صبحي والكابتن احمد فتحي والكابتن عصام الحضري. آه، اي لاعب من دول هو مشي بمزاجه من الاهلي، انا ما فيش بقى تراضي بين الاهلي، انا مشيت، انا عايز امشي فامشي، فانت مشيت بمزاجك فانا هرجعك بمزاجي. ما تقوليش بقى اصل المبادئ ما بتتجزأش، لا يا عم لا. امام عاشور غلط، غلط. شتم رموز النادي الاهلي، شتم. بس كل ده له اسباب يا اخوانا. انا حالا لو انا موظف في شركه جديده تمام، وفي سين من الناس حالا اول ما دخلت الناس دي ما بتحبش الراجل ده، قال لك ان الراجل ده عصفوره، ان الراجل ده بيدي اخبارنا وبيحب يأذينا وبيحب وراجل وحش وراجل وحش وراجل وحش. فالطبيعي ان انا لو جات لي فرصه ان انا اذي الراجل ده انا هاذيه، حتى لو ما اذانيش بغرض ان هو انا خايف ان هو يأذيني. فالكابتن هاني العجيزي لما طلع اتكلم في احد البرامج قال لك احنا بنتربى جوه نادي الزمالك على كره النادي الاهلي. هو قال كده احنا بنتربى على كره النادي الاهلي، النادي الاهلي ده العقبه في نادي الزمالك، الدوله بتساعده وي. فطبيعي ان انا اطلع ما بحبوش. فده اللي حصل مع امام عاشور، ان هو شتم وغلط. طب هو شتم وغلط، رجع اعتذر مره واثنين وثلاثه واربعه، خلاص. وزي ما الاستاذ عبد القيعي قال والله انا مش بجزأ المبادئ، لا انا بقول لك ان الراجل قال لك كلمه موضوعيه جدا. انا مش بفرض المبادئ بتاعتي على اي لاعب خارج النادي الاهلي. لما يجي النادي الاهلي ويعمل كده هيبقى له عقوبات تانية، وممكن اسرحه من النادي، وممكن زي ما حصل مع لعيبه كتير، زي ما حصل مع حسام وابراهيم لما رمى التيشيرت على الارض. انت بتتكلم بقى في حسام حسن وابراهيم حسن، لا بقى مع السلامه. ما تقوليش بقى اصل مبادئ وما مبادئش، مفيش الكلام ده. فربنا يوفق امام عاشور مع النادي الاهلي لو الصفقه تمت رسميا، لان هو كله بنسبه 99% امام عاشور في النادي الاهلي. فنتمنى يا رب ان هو يستحمل الضغط الجماهيري بتاع نادي الزمالك. انت ماشي من فريق جماهيري، يعني انت لو عملت اي حاجه غلط هم هيتصيدوا لك. وفي بعض جماهير النادي الاهلي هم مش تمام، هم مش عايزين امام عاشور في الاهلي، فطبيعي برضه هيصيدوا اي غلطه هيعملها. فنتمنى من ربنا ان ربنا يوفقه في النادي الاهلي لو الصفقه تمت رسميا. ونتمنى يا رب نادي الزمالك يرجع لسابق عهده ويرجع للاستقرار، ويرجع لان يكون في فريق محترم في نادي الزمالك، في اداره محترمه في نادي الزمالك تقدر تحقق اللي الجماهير عايزاه. لان طول ما الزمالك والاهلي موجودين في القمه، المنتخب بتاعنا دايما موجود في القمه. ونتمنى من الله ان يوفق لنا الكره المصريه فيما هو خير قبل تصفيات كاس العالم وبطوله دور افريقيا. ولحد هنا الحلقة خلصت. لو عجبك الحلقة يا ريت تعمل لي اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبتك الحلقة تديني لايك لأن اللايك بيفرق معايا كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.